السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم وصفة ديال المسمن فقط بالدقيق ديال القمح البلدي، وهنفرقوه بالنخالة وبزيت العود مع الزبدة. أول حاجة كناخدو الطحين ديال القمح، كنضيفو له القليل من الملح والقليل فقط من الخميرة ديال الحلويات بيكين باودر، قليل جدا من خميرة الخبز. كنديرو الكل في العجانة، او ممكن كذلك انكم تعجنوا بيديكم. كنضيفوا الماء. الا بغيتوا تحصلوا على مسمن اللي زوين خاصكم تدلكوا العجين مزيان. وقبل ما نكملوا الفيديو كنتمنى منكم اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك وضغطوا على زر الجرس، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب. كتكون هذه هي العجينه ديالنا. كناخذوا القليل من البيكين باودر او الخماره ديال الحلوى وكنديروها في الزلافه اللي فيها زيت العود مع الزبده مذوبه. كنخلطوها مزيان وكندوزو باش نفرقوا العجين ديالنا. بالنسبه لهذا العجين ما تحتاجوش انكم تخليوه يرتاح. كندوزو نيشان كنقسموه الكويرات ومن بعد كنبداو نفرقوا فيه. هاد المسمن كيكون المذاق ديالو زوين، كيكون صحي. جربوه غتوليو مدمنين عليه. بعد ما فرقناه الكويرات كنسرحوه كما كتشوفوا فوق سطح العمل. كندهنوه بالخليط اللي فيه زيت العود والزبده مذوبه. كنرشوا النخاله. بالنسبه للنخاله هنا راني خديت النخاله ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف، متوسط الحجم ديالها. كنرشوا القليل، كنطويوه الجهه الاخرى كذلك. ودائما كنرشوا الزيت والزبده والنخاله وكنحصلوا على المسمنه بهذه الطريقه. ودابا ندوزو باش نوضعوها في المقلاة. كنسرحوها كما كتشوفوا وما تحاولوش ترققوها بزاف. كنرشوا المقله وكنوضعوا المسمنه. كنديروا في الوجه ديالها القليل من الزيت وكنقلبوها وكنبقاو نقلبوا على الجوانب بجوج. كما كتلاحظوا راه كيتنفخ وكيجي المذاق ديالو زوين بزاف. ممكن انكم طيبوا المسمن في المقله فوق البوطه، وممكن كذلك انكم تستعنوا بالمقلاة ديال الكهرباء. كما كتشوفوا في الفيديو المسمن كيتنفخ، كيجي رائع جدا. والاهم انه صحي، ما تخافوش منه، ما غيضركمش. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كلها. انا استعملت نصف كيلو من الدقيق، تقريبا خرج ليا 8 ديال المسمنات. وإلا بغيتوا تقتصدوا الوقت انا كنصحكم بالمقلاة الكهربائيه. المسمن كيجي فيها زوين بزاف وما كتحتاجش كميه كبيره من الزيت. كما كتشوفوا انا هنا طيبت 3 ديال المسمنات دقه واحده في المقلاة الكهربائيه وهما كيتنفخوا. الفرق الوحيد ان المسمن كيجي ناشف شويه، يعني فاش طيبوه يمكن لكم انكم تدهنوهم بالقليل من الزبده او زيت العود على حسب المتوفر عندكم. وكيكون هذا هو المسمن اللي حضرنا اليوم. كنتمنى يكون نال اعجابكم. كيجي مفروق مزيان من الداخل وبنين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب. نتلاقاو في فيديو جديد في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.